معلم بواحد احتبك في المشاهير، معلم بواحد احتبك في المشاهير، إلا بقوم الجود من بعد ربه وانا بربي، والعرب والتفاكير شيهان قناص الحباري الملبه، لعيونكم وطرابكم بنزل البير، واطلع ما في قدحكم وصبه، فانتم جناحي يا سناح العاصير، وانتم شفا جرح ابن غزه وطبه، مساكم الله بالخير جميل. الليله بنعرج على الصبيه والطفوله. رسالتي بعنوان فخري المنتظر. في فلذتي شديت حيلي علشان أغض فخري المنتظر بالصنايد وأنا مقنف. في فلذتي شديت حيلي علشان أغض فخري المنتظر بالصنايد وأنا مقنف. يوم الوفاء يوم الوفاء يوم الوفاء شيد، يوم الوفاء شيد صروحي بإتقان، أبيض مرد هد خبث العقايد وأنا مقنف. أنا مقنف لكن الوقف نيسان لا بد يوصل بالهمم والعوايد. نحيا نمر نحيا نومس جبهة الشعر جفران، نحيا نومس جبهة الشعر جفران، ونحط في كف حظوظ الفوايد أقل شيء. أقل شيء. أما الأماني فلوتان تهتر ذراته طموح وشهايد، ما هي تكفي والوطن نغم تدان والنبي صافي من كبار الصمايد. ما هي تكفي والوطن نغم تدان والنبي صافي من كبار الصمايد. أسرقت مبدأ حطم أرقام الأقران، وعجيت هقسي من حسان الولايد، تشب ضوي للطفولة بعيدان، روح البلاغة في حنيذ القصايد. أسرقت مبدأ حطم أرقام الأقران، وعجيت هقسي من حسان الولايد، تشب ضوي للطفولة بعيدان، روح البلاغة في حنيذ القصايد. وأقول يا ابني أقول يا ابني يا علي ريت حمدان، أقول يا ابني يا علي، أقول يا ابني يا علي ريت حمدان. حبس المعري فك زين القلايد، وأعلو بعليا في العلالي العنوان، واشد عزمي واذبحه لو يحايد. أعلو بعليا في العلالي العنوان، واشد عزمي واذبحه لو يحايد. أشد عزمي واذبحه لو يحايد. وعبد الحميد أقول هل آن اثقل وصارع في بحور وبدايد، وابشر بعزك ذا محمد كحيلان رقاب فكر الشعر. ابشر بعزك ذا محمد كحيلان رقاب فكر الشعر وارغى السعايد. ومدام حكم الشعر في عين سلطان، ومدام حكم الشعر في عين غسان، ومدام حكم الشعر في عين إنسان، حمر البيارق ما تجيب المهايد. ومدام لي لابه وعزوة وفرسان، باروم راس الطود واموت قايد. فحيا علم احيا علم او مت علم وسط ميدان، ما تنجب الفرسان غير الشدايد. هذا مقام العز غلمه وديوان. احبك حصيرك من عسيب الجرايد. كل القلوب الدق
الدق بالحب عرفان. حييت حي وميت يا شيخ زايد. سلامك. الله يقويك يا ابو خالد. محمد قواك الله. الله يقويك يا ابو خالد. هذا النص جميل جدا وحضورك كان هو الأجمل. الله يقويك. أعجبني، يعني خليني أبدأ من حيث انتهيت. فحيا علم أو مت علم وسط ميدان، أنت علم هذا المساء يا محمد في هذا الحضور. الله يغنيك الغالي. أنا بأشبعك تصفيق اليوم. الله يغنيك الغالي. أنت مساء تقول ما أسمع التصفيق صحيح؟ أنا بشبعك تصفيق اليوم، كل شوي بخليهم يصفقون لك. الله يغنيك الغالي. أسرجت مبدأ حط مرقام ولا قران، المبدأ القديم القصيدة اللي قبلها. إيه؟ المبدأ كان جميل جدا. الله يبيض. وأعتقد أنك حصلت على ثمرة الحمد لله موضوع القصيدة من الحاجة. من فضل الله الحمد لله. استاهل الحمد. وأعجيت هجسي من حسان الولايد، وكان دخولك في هذا الموضوع على أبنائك الله يحفظهم، أبنائك هم اللي تتكلم عنهم إن شاء الله. الله يخليهم لك، عليا وعبد الحميد وعلي، الله يحفظك لهم ويحفظهم لك يا رب يا محمد. الإخوان يبون أبو الثلاثة أو الثلاثة، في شيء حول الثلاثة يدور؟ اي والله قصيدة في رمضان تأخرت على يوم الثلاثة ساعتين. شنو يوم الثلاثة؟ وانت عارف بقلق الانتظار هذا. أم الثلاثة هي الأولاد الحبيب. ونعم فيك. فقلت من العتاب الطريف، قلت روحي فداش، روحي فداش ومسكنش داخل معين، والقلب فرشش وريها لشو ساده. زوجها عزيزة لو يصفوا لي 2000 أجمل نساء ما لي بهن من إفادة. يم الثلاثة يم عليا والاثنين يم الحكم يا كل معنى الإجادة. أنت الخلاصة لو تقسمت نصين فالنصف لش والنصف الآخر زيادة. يم الثلاثة يم عليا والاثنين يم الحكم يا كل معنى الإجادة. أنت الخلاصة لو تقسمت نصين فالنصف لش والنصف الآخر زيادة. فأنا بدونش يا فلانة إلى وين؟ أين طريق إلا طريق العيادة. الله لا غيب الساعة وثنتين إلا الحاجة أو ساعة عبادة. اللهم آمين. محمد قواك الله. وإذا تسمح لي أنا أهديها بعد لأم خالد زوجتي أم الثلاثة أيضا ثلاثة. الحمد لله. تستاهل تستاهل. اي والله تستاهل العافية محمد. أنت اليوم ما فيك حيلة. الله ما فيك حيلة ما فيك حيلة. تفضل. أفضلت. النص جميل يا محمد. الله يغفر. طب حضورك وإلقائك كان ينفع للصم والبكم، ولذلك وجدت أنه في عندك جمهور كبير. وفعلا النص جميل، وبخاصة الناحية اللغوية فيه، فأنت كنت تنحت في صخر في هذا النص وأتيت به بمحصول لغوي جميل وفيه شيء من الغرابة، وفي نفس الوقت هنالك التصوير فعلا كان رائعا وجميلا، وذهابك إلى مثل هذا الموضوع الاجتماعي كذلك فعلا أحسنت بالذهاب إليه كما أحسنت فيما سبق، وكأنك أنت شاعر الأسرة في اليمن يعني، ونهنيك على هذا النص ونتمنى لك التوفيق. أخوي محمد، اللي يميز يعني أسلوبك الشعري سواء في المشاركات الماضية والمشاركة الحالية، أنك قادر على أن تتحدث عن أي شيء وكل شيء في القصيدة بقدرة على الربط بين هذه الأشياء بصورة سلسة وذكية. فأنا أحييك على هذا الشيء، هذا يعني ما يتوفر ولا يتيسر لكل الشعراء. القصيدة فيها ما يميزها من ناحية الموضوع والأفكار اللي فيها، وفيها ما يميزها شعريا، فلا يعني تقريبا لا يكاد يخلو بيت من الصور الشعرية، حتى إدخالك أسماء أولادك والله يخليهم لك إن شاء الله.
كان ذكي، ويعني ما كان مباشر أو إقحام هكذا يعني.